تشويحة الكبدة والكلاوي والقلب اللي أنا مشهورة بيها، خاصة النهاردة طعمها كان مختلف جدا وهي معمولة على الشعلة. ولا بقى الصينية دي إزاي تحولي لحمة الراس لكباب مشوي؟ بجد أروع طريقة هتجربيها للحمة الراس. تعالي بقى نسمي بالله ونصلي على رسول الله، ويلا شاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك وحطي لي أجمل لايك. ونبتدي الأول بصينية لحمة الراس. طبعا إحنا ما زلنا في الشرقية وشغالين على الروف وبسوي الأكل على الشعلة. بجد أحلى شوية أكل عملتهم في حياتي، إيه الجمال ده. يلا بقى كده نبتدي بلحمة الراس. وطبعا في ناس بتحب تصمتها الأول في مية سخنة، بس أنا ما كانش عندي يعني منها هدر كتير. كان الكيس ده فيه كام حتة سودة كده بسيطة، كنت بقطعهم بالسكينة. أي حتة مش عجباني، أي جلدة كده عايزة تتكحت، بروح شايلها على طول. يلا بقى بعد ما نضفتها تمام تمام وشلت أي حتة مش عجباني فيها، تعالي على طول في الكبة هحط بصل وفلفل أخضر حامي وبارد وأربع خمس فصوص كده من التوم، وهفرمهم فرم ناعم. خلاص كده لحمة الراس عندي نطفت. والصراحة اديتها شطفة تحت الحنفية لأنها كانت كده مبهدلة شوية من الذبح، فالصراحة ما بغسلش اللحمة وانتوا عارفين، بس اديتها شطفة وعلى طول فوري اشتغلت فيها، لأن انتوا عارفين ان طبعا غسيل اللحمة بيضيع طبقة الشمع اللي عليها وبيزود البكتيريا، فعلى طول لو هتغسليها اشتغلي فيها فوري. نزلت كمان كده بمعلقتين من الصلصة، كنا عاملينها الصلصة دي للمحشي وفاض منها، فخدت معلقتين كده فوق الصينية. دي طماطم مسبكة عادية. نزلت كده بمعلقتين كبار من توابل اللحمة، معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وطبعا نوع توابل اللحمة هي اللي هتدي طعم حلو جدا للصينية. رشة من الكمون ورشة من الكزبرة، معلقة كده من السكر. وهبتدي أحط الملح في المرحلة دي لأني هقفل عليها وأكمرها كويس، فحطيت الملح في البداية بس كده. وهبتدي أقلب الخضار مع الحاجات الجميلة اللي حطيناها. على فكرة تقدري برضو تحطي طماطم مبشورة، يعني مش شرط طماطم تكون مسبكة عندك، الطماطم المبشورة برضو في الصينية دي بتبقى خطيرة. ويلا بقى نقلب والريحة تحفة. بصي كام فص من التوم كده عملوا مفعول السحر في الصينية دي. هقفل عليها بقى بورقتين فويل كويس جدا. بصي بقى بالنسبة للتسوية، أنا الأول هسيبها على عين البوتاجاز تغلي مثلا نص ساعة وهي مقفولة بالشكل ده. طبعا احنا ما كانش عندنا ورق زبدة، اللي هيقول لي حطي ورق زبدة الأول، فحطيت الفويل على طول، بس هو ما كانش ملامس قوي للحمة. خلاص بصي بعد نص ساعة دي كده على عين البوتاجاز، فسبتها الأول تغلي نص ساعة. هقفل عليها وادخلها بقى تكمل ساعة في الفرن بقية التسوية وهي ما زالت مقفولة. بصي بقى كده أنا دخلتها الفرن بعد نص ساعة غلية على البوتاجاز. وبعد بقى ساعة ابتديت أشيل ورق الفويل، وادي اللحمة بعد مرور كده ساعة ونص، نص على البوتاجاز من فوق وساعة كاملة في الفرن. على فكرة تقدري تحطيها في الفرن من الألف للياء، بس هتاخد وقت أطول. بصي بقى حتة اللحمة استوت منها فيها والسوائل منها فيها والدهنة منها فيها، فكانت خطيرة. بصوا شوية الصوص اللي تحت ده، وابتدت بقى الكرملة كده بتاعت حتة لحمة الراس. شغلت بقى عليها الشواية وسبتها 10 دقايق تاخد لون من فوق. هنا بقى معايا الكبدة والقلب والكلاوي، وعارفين طبعا ما بنغسلش الكبدة ولا الكلاوي ولا القلب لأنها بتزفر جدا لو اتغسلوا بالمية. ابتديت بقى كده في تقطيع الكلاوي، وبعدين معايا القلب، والدهون اللي على القلب دي عايزة أقولك ادت لصينية التشويحة طعم رهيب، يعني كانت خطيرة. ونزلت بقى شوية صوص ما حصلوش. بالنسبة بقى للكبدة، عايزه اقول لك الكبده تعبتني شويه في تقشيرها، ففي حتت اتقشرت وحتت لا، الصراحه ما اعرفش عشان كانت طازه ولا ايه، رغم اني خدتها حطيتها شويه في الفريزر قبل تقشيرها، وبعدين حسيت كده انها تتهري مني. بصي اتقطعت مني جامد، فقلت خلاص بقى مش هكمل بقيه تقشيرها، مش مهم. وعلى طول ابتديت اقطعها كده لشرايح رفيعه. بصي بقى هنجهز دلوقتي التتبيله الخطيره. عايزه اقول لكم والله مسكوا في الصوص وسابوا الكبده، يعني كل الناس بقت تغمس في الصوص اللذيذ ده، وهوريكي دلوقتي عملناه ازاي. بالنسبه بقى للتتبيله، احط في الكبه كده شويه من الثوم، احط عليها كده كام قرن من الفلفل، مجرد ثوم وفلفل بس. يلا بقى هديهم فرمة حلوة كده مع بعض وهنقلهم لطبق، وهبتدي دلوقتي اجهز للتتبيله اللي انا هعملها. والكبده طبعا ما بتحتاجش توابل كتير، كل التوابل المعروفه بتاعتها الكمون والكزبره، عصير الليمون. هبتدي احط كمان كده معلقتين صغيرين من الملح، وهحط كمان نص معلقه صغيره فلفل اسود فقط لا غير، مش اكتر من كده، والطعم طبعا بيبقى روعه. هديها بقى تقليبه كده مع الثوم والفلفل المفرومين، وهاخد بقى الخليط ده هحط معلقه كبيره على الكبد والكلاوي ومعلقه كبيره عن الكبده. انتوا عارفين انا بفصل الكبده على جنب لان الكبده بحطها في الاخر ما بتاخدش وقت في التسويه. كمان معايا معلقه من التتبيله ركنها على جنب.
بالنسبه بقى كده لصلصه المكرونه اللي انا هقدمها مع لحمه الراس والكبده، تعالوا نعملها كده في السريع. شويه زيت، وهحط كمان بصله مقطعه كده. اول ما تصفر معايا هنزل بعصير الطماطم، وطبعا عصير الطماطم لازم يبقى مضروب وكمان متصفي. بالنسبه بقى للاضافات اللي هحطها على صلصه المكرونه، هتكون عباره عن معلقه فلفل اسود، معلقه سكر، وهحط كده معلقه ونص ملح. جربوها يا جماعه بالفلفل الاسود بس، يعني اجمل صلصه مكرونه هتعملوها. تعرفي ازاي انها اتسبكت؟ لما الزيت يطلع كده فوق الصلصه، وبعملها بزيت ولا سمنه ولا حاجه. بالنسبه بقى للمكرونه، خلاص انا سلقتها وصفيتها، هحط عليها بس كده نطره فلفل اسود وشويه ملح، وهنزل بالصلصه تدريجيا اشوفها محتاجه صلصه قد ايه. اروع شويه مكرونه تحفه يا جماعه، جنب بقى الكبده والكلاوي وصينيه لحمه الراس كانت خطيره، والصراحه كانت عزومه روعه. وتسخين المكرونه ده بقى خليه اخر حاجه وانت بتقلبي الصلصه على المكرونه بس كده. يلا بقى نعمل تشويحه الكبده. بعد ما صينيه لحمه الراس طلعت، هبتدي اشوح الكبده لانها ما بتاخدش 10 دقائق بالظبط. شويه زيت، تقدري تحطي اي دهون عندك برضو، بس انا عشان القلب كان فيه دهون فما حبيتش احط سمنه او اي حاجه. شويه زيت، حطيت عليهم شرايح بصل، حطيت عليهم معلقه التتبيله اللي انا كنت ركناها على جنب. شويه البصل دول بقى اتاكلوا قبل الكبده والكلاوي، تحفه تحفه تحفه، وادوني صوص خطير. اديت رشه كده من توابل اللحمه، رشه من الكزبره اضافيه، وكمان رشه من السكر على البصل. عايزه اقول لكم الريحه كانت خطيره. وهنا بقى يعني لسه ما حطيتش اي حاجه، لقيت الشباب كله، شباب العيله متجمع حواليا، يلا يا ام ريانه عايزين سندوتشات الكبده. ما شاء الله اللمه طبعا بتاكل، والريحه طبعا كده وانت واقفه تطبخي وسط اهلك خطيره خطيره. ربنا يا رب يبارك في كل اهلنا اجمعين، وما يحرمنا من حد ابدا، دايما كده زايدين ومش ناقصين. بصي بقى، نزلت اول حاجه بالكبد والكلاوي، انتوا عارفين هياخدوا تسويه اكتر من الكبده. تشويحه حلوه كده مع البصلايه والاضافات الجميله اللي حطيناها. طشه البصل والثوم في الاول دي بتدي طعم رهيب. بعدين نزلت على طول بالكبده في الاخر. بصي اول ما تحطي الكبده كده علي النار، ما توطيش النار خالص عشان السوائل ما تنزلش. بصي الشعله انا ولا يعني عليتها على الاخر. هو للاسف الشعله لما بتوطيها بتصمد الحاجه اللي انت يعني بتصمد الصينيه، وبيبقى فيه صماد مش حلو، فعشان كده انا شغاله على نار عاليه. محدش يقول لي ايه وطي النار. حطيت كمان كده معلقه من الخل، وانتوا عارفين الكبده بتحتاج نار عاليه عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. اول ما تحطيها على طول علي النار، وتقليبه في التانية كده لغايه بس ما الدم يختفي، وخلاص اطفي عليها. ما بتاخدش بالظبط كده 5 دقايق. تعالي بقى اوريكي شكل صينيه لحمه الراس لما شغلت عليها الشوايه. انا غطيتها بس عشان ايه ما تبردش لغايه ما شوحت الكبده. بصوا بقى الشوايه اديتها لون تحفه كده من فوق، وادي الكبده جهزت وغرفنا المكرونه. بصوا جمال لحمه الراس ولا الصوص اللي نازل منها، بجد احنا كلنا كباب مش لحمه راس خالص. حبايب قلبي، اتمنى تكون الوصفتين عجبتكم. بحبكم في الله، تعليقاتكم بتشجعني كتير. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.